السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي جماهير الكرة المصرية الزملكاوية وغير الزملكاوية، تعالوا كده هنتفرج على الفيديو ده سوا ونرجع تاني. حضرت عند الأهرامات ومصر ولعبة كرة القدم هي لعبة جميلة جدا، وأنا أعرف فريق الزمالك طبعا، وفي الدوري الألماني في هاني رمزي، في موزيدان، عدد من اللاعبين المصريين، وأنا فخور إني أكون موجود. لما أتكلم عن المصريين أتكلم عن مرموش وعن محمد صلاح. أساموا، عرفت الزمالك منين يا أساموا؟ عندما كنت طفلا صغيرة في غانا سمعت عن فريق الزمالك كتير جدا، وأعرف إن كتير من الغانيين يشجعون في فريق الزمالك. أنت زملكاوي؟ إن فريق الزمالك هو كان الفريق الوحيد الذي أعرفه، ولذلك أنا أشجع الزمالك. كوارشي واحد من اللعيبة الغنية الكبيرة، لعب في الزمالك. كان واحد من نجوم الزمالك. ده حاجه جميله جدا، وزي ما قلت لك انا اعرف ان عدد من اللاعبين الجانيين كانوا يلعبون في مصر، وانا اعرف ان هم سعداء. عشان كده لابس ابيض النهارده، الزمالك بيلبس ابيض. والله يا جدعان، قصة الزمالك مع أفريقيا دي والله ظاهرة محتاجة لدراسة. إن نادي عايز تفهمني كده إن في نادي بقاله 23 سنة بعيد عن المنصة الكبرى. هو أول نادي ترشح لكأس العالم للأندية وما اتلعبتش، بس ما لعبش كأس عالم للأندية. بقاله 23 سنة ما خدش دوري أبطال أفريقيا. خد بطولات تانية، وصل النهائي مرتين، وصل قبل النهائي أوكي، ولكن ما خدش البطولة بقاله سنين طويلة مع أزمات. مش محتاجين نتكلم على أزمات نادي الزمالك لأن مش ده موضوعنا النهاردة. بس فكرة إن نادي زي نادي الزمالك تلاقي مرة إيدي بايور، مرة روجي ميلا، مرة تلاقي فكرونا اللهم صل على النبي كان زوكورا، ديدي زوكورا، والنهارده اساموا. دول اساطير انا وانت مش محتاجين نختلف عليها اساسا، فاهمني؟ يعني انت عشان تيجي النهارده تقول لي بيب بيب واقول لك انت بيبين بيبين وهنود حمر وجمهور محو اميه، طب ترد تقول مش عارف ايه. النهارده مش محتاجين نهري كتير في القصه دي. دول اساطير، ناس سطرت اساميها من ذهب في تاريخ الكره العالميه. واحد من انجح الناس اللي لعبت لمنتخب المانيا في تاريخه. تيجي برضو يعني تيجي تفتكر كده مشهد شيكابالا يوم ما كريستيانو رونالدو من وسط كل الناس كان بقاله سنه بيلعب في السعوديه، ساب كل الناس وما عملهاش وراح ادى التيشيرت لشيكابالا وفضلتوا تسفوا. طيب هي لقطه كبيره، وان اللقطه دي لو اتعملت مثلا مع ابو تريكه، ان لعيب افريقي لو قلنا حاج ضيوف مثلا مضى ولا ادى تيشيرت لابو تريكه، كان زمان العالم كله عمال يهلل. كنا الصياح بص ودنا مش هنعرف ننام سنتين قدام. لكن ان اعظم لاعب في العالم زي كريستيانو رونالدو فاكر شيكابالا كويس ويجي له هو ويدي له التيشيرت، لا احنا نفضل نسف ونتريق. بس النهارده يطل علينا كده اساموا وبكل بساطه يقول لك انا زملكاوي، انا اعرف نادي الزمالك. فمثلا اعرف نادي الزمالك، طب نادي الزمالك معروف ويمكن الجيل بتاعه حضر يعني اساطير نادي الزمالك وهي بترجع كل فتره بافريقيا. لا فجاه الراجل بيقول لك انا زملكاوي، انا زملكاوي واعرف عن الكره المصريه وانا زملكاوي، وفضل يعيدها 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 اكتر من مره. فالموضوع مش جاست انه عارف النادي، لا راجل بيشجع النادي. على فكره الزمالك كده كده كبير، انا يعني انا كمحمود عارف ان هو كبير. انت بقى مش عارف انه كبير، ده مشكلتك، فاهمني؟ انت نادي كبير بس انا عارف انك كبير. على فكره هي حاجه ما تعبنيش، النادي الاهلي نادي كبير يا جماعه، ونادي عنده شعبيه محليه كبيره جدا، وهو ممكن يكون الاكثر في الشعبيه المحليه حاليا بعد تعثر الزمالك السنين اللي فاتت. يمكن كافه الميزان كانت في البطولات والتشجيع زمان متوازنه لغايه 2004، وبعد كده بدات المواضيع برضو لا يبقى الكفه طبه في ناحيه واحده شويه، ماشي، وده احنا مستوعبينه. لكن انت ما تقدرش تقلل من شعبيه نادي الزمالك العربيه والافريقيه قبل العربيه. والله ربنا العالم، انا راجل سافرت ولفيت كام بلد كده في العالم، والله انا ما قابلتش حد افريقي تحديدا وتيجي سيره الكوره ونفضل نهزر، وبالذات بتوع غانا. يعني ما اعرفش ليه دايما حظي انا يمكن بحب الجماعه دول جدا، واجي اهزر ما بين منتخب غانا ومنتخب مصر وبتاع، واول ما نتكلم في كوره اقول له انا بشجع الزمالك، يقول لي وانا بشجع الزمالك. اللي هو بص كلمه قاطعه كانه مصري، انا بشجع الزمالك انا كمان. طب تعرف مين في الزمالك؟ لا تسمع. يا راجل الناس فاكره والله جوال بعينها، يقول لك ماتش الزمالك وكوتوكو مش عارف سنه كام كان في جول مش عارف مين جابه جاب.
لا، الناس عارفه الزمالك وعارفه لعيبه الزمالك وحافظه الاجوال، مش جاست حد يقول لك انا زملكاوي انا احب الزمالك، فاهم؟ هنا انا مثلا في دبي يقول لك انا احب الزمالك، وفي زملكاويه معظم الامارات على فكره زملكاويه، يعني ممكن في السعوديه تلاقي فيه وفيه، وهتلاقي ممكن الاهلي اكتر شويه في السعوديه، لكن هنا في الامارات امارات زملكاويه، الامارات دوله زملكاويه. الفكره كلها انا اللي استوقفني في كل ده ان ازاي فرقه بقى لها 23 سنه ما خدتش افريقيا، ما راحتش كاس عالم للانديه، ما حققتش نجاحات على قدرها اللي الناس عرفته بيه زمان. يعني في فتره كان الزمالك معاه 5 دوري ابطال افريقيا، كان في فرق تانية لسه بتحبي في افريقيا. انا اعرف ناس حبايبنا كده مشجعين، الغريم التقليدي في العاصمه هو ما كانش عارف اصلا الافارقه لونهم ابيض ولا اسود من كتر ما هو اصلا كان نكره في افريقيا. ما حدش ايامها جه عايرك، ما حدش ايامها جه داس عليك وقال لك انك نكره في افريقيا، او انت نكره افريقيا، او انت الحصاله، او انت اصلا ما كنتش بتعدي المجموعات، او انت اصلا ما كنتش بتحقق اي نتائج. انا افتكر نفس الفرقه دي خسرت 3-1 على استاد القاهره، كانت اول مره خدتوا جينيس ريكورد عليها، اول مره فرقه مصريه تخسر على ارضها في افريقيا. لا انتوا في ريكوردز كتير باساميكم، انت رحت خسرت من الهلال السوداني 3، كانت اول مره فرقه مصريه تخسر من فرقه سودانيه 3. انت بقى مش فاكر، انت عايزنا بس نطبل ونقول بيب بيب ويحرقوا يا جامد وبتاع ونتفرج على قناه الهنود الحمر، مشكلتك برضه. انا جاي لك بس والله مخضوض. انا ما يعني اتفاجئت بالفيديو ان واحد زي اسامو عارف الزمالك كويس وبيشجع الزمالك تاني بعد كل اللي الزمالك مر بيه. دي حاجه بتخلي الواحد يقعد كده بينه وبين نفسه عارف اللي هو ايه، الزمالك يستحق مكان اكبر من اللي هو فيها. وانا عارف ان مشاكله مش كلها قايمه على المؤامره، هي في مشاكل بسبب الادارات كل المشاكل اللي احنا عارفينها. في مؤامره، في مؤامره وكبيره، ومن اول الوكاله الفاسده على فكره، من قبلها كان في مجاملات بس مش بالشكل الفج ده. يعني مش هرجع بيك بالزمن لغايه حسن شحاته الجول الشهير كان في مجاملات بس مش فجه قوي بالشكل اللي احنا بنشوفه من 2003 2004 لغايه النهارده. على العموم انا خلصت عشان ما اطولش عليكم، وحبايبنا صباحكم زي الفل.